أهلا متابعين قناة رأي عام. بعد ما قررت المحكمة بتأييد حكم الحبس على المستشار مرتضى منصور في قضية سب الخطيب، وتأييد حكم المحكمة بالحبس شهر، وتنفيذ الحكم على المستشار مرتضى منصور من سيترأس نادي الزمالك في الفترة المقبلة. ده شيء ما نعرفوش. خلونا نرجع للتقرير والتفاصيل. المحكمة أيدت النهاردة الحكم بالحبس شهر. خلينا نشوف ونرجع للتقرير ده كان تقرير بعد لحظات من الحكم على مرتضى منصور واصطحابه لتنفيذ العقوبة. نادي الزمالك إلى أين الله أعلم. مين اللي هيكون نادي الزمالك لحد خروج المستشار مرتضى منصور بعد الحبس الله أعلم. ده هنشوفه في الأيام الجاية. ومعاكم التقرير. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم. محكمة النقد طبعا النهارده كانت جلسة يعني نظر طبعا مرتضى منصور على حكم حبس شهر في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك. طبعا صدر القرار ويعني من هيئة المحكمة بتأييد الحكم وحبسه لمدة شهر. طبعا حضر يعني أمير مرتضى منصور وشقيقه أحمد مرتضى منصور، ويعني تم ترحيله منذ لحظات قليلة إلى السجن لقضاء العقوبة المقررة التي يعني حددتها المحكمة يعني اليوم في جلسة يعني نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور. يعني تم يعني اليوم يعني نظر طعن يعني في بداية الجلسة رفض المستشار مرتضى منصور يعني حضور المحامين معه، وفضل الدفاع عن نفسه في القضية قضية سب وقذف المستشار الكابتن محمود الخطيب. وطبعا يعني بعد انتهاء الجلسة ودفاعه عن نفسه داخل يعني قاعة أمام المحكمة، يعني صدر قرار في نهاية الجلسة يعني بتأييد الحكم ورفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. ويعني تم يعني الآن ترحيله، وفي بداية الجلسة طبعا يعني تم التحفظ عليه أو حجزه بقرار من هيئة المحكمة، ومن ثم طبعا بعد صدور القرار تم ترحيله داخل عربيات تابعة للأجهزة الأمنية وإلى السجن لقضاء العقوبة المقررة. طبعا يعني هنا لا يكون يعني أمام المستشار مرتضى منصور لإفلات من العقوبة أو من قرار الحبس سوى يعني تدخل الكابتن محمود الخطيب ويعني التنازل أو التصالح في تلك القضية. مشاهدينا ومتابعي طبعا العاصمة، احنا كنا معاكم لحظة بلحظة من داخل محكمة النقد وسط القاهرة، يعني لنظر يعني او لمتابعة تفاصيل تلك القضية او النطق بالحكم على المستشار مرتضى منصور. طبعا في تفاصيل جديدة وحاجات يعني معلومات جديدة هنعرفها يعني خلال اللحظات يعني أو ساعات القادمة بشأن يعني حبس المستشار مرتضى منصور، وهل هيكون في تطورات جديدة في تلك القضية التي يعني تم صدور فيها قرار اليوم بتأييد الحكم ورفض طعن مرتضى منصور وحبسه لمدة شهر. Adik.